يلا خلونا نطبق البلاليط الحساوي، وهذا الوصفة الثانية يمكن مثل ما وعدتكم بعد المونتاج وانتهيت منها، وراح أعطيكم إياها بالملي وكيف تضبط معاكم وشنو أنواع الشعرية الطيبة فيها. فتابعوا المقطع وعطوا اللي تحبونه، يلا نطبق مع بعض. تحية طيبة عليكم مني، أنا شيف الإحسان. نستعرض المكونات وكلها مكتوبة لكم في صندوق الوصف. أول مكون عندنا هنا الشعرية رقم 3، وهذا نوعها كويتي، تنتبهون على النوع. الكويتي والسعودي هذه رقمها 3، وتشوفون كيف حباتها ضعيفة. هذا اللي تضبط في الشعرية وتكون جدا طيبة. طبعا الكيس الكاملة هذه تعدل كيستين من السعودي اللي سويتها في البلاليط الحساوي الملكي. تشوفون هذا السعودي الشعرية، كيستين تعدل كيسة كاملة من اللي هو الشعرية الكويتي رقم 3. الآن عندنا هنا السكر اللي هو الأسمر والسكر الأبيض قد كاسين أو كاس ونص، جدا مناسب حق الكمية هذه. وعندنا هنا الزبدة كذلك، بيضة بتكون من داخل البلاليط ما راح تكون من فوق، هذه طريقة قديمة. وعندنا هنا الماي الورد والهيل والزعفران، وكلها بالملي كاتبها لكم في صندوق الوصف. نطبق الحين ويلا مع بعض. الحين نستعد، وهنا عندي الشعرية كسرته مثل ما تشوفون باليد عشان تكون أسرع في الاستواء وأضبط. راح أضيف ماي مغلي عشان اختصارا للوقت، ومهم تخلون الماي يوصل درجة الغليان وثم نضيف الشعرية ونحسب بالوقت بالملي. هذا ما في تفاهم، لازم دقيقتين لا يزيد عن الدقيقتين. دقيقة وخمسين، دقيقة وخمسة وخمسين ثانية خلاص جاهز. فلا تنتظرون عليه على طول تشيلونه، لأن هذا مو محمر. إذا مو محمر يكون معاكم بسرعة يعجن، فلازم الوقت بالملي تنتبهون عليه. والحين خلوه لما يستوي ثم نشوف حبته. هذا الحين ما كمل معاي دقيقة وأربعين ثانية تقريبا. بخليه إلى 55 وخلاص مباشرة أشيله وأصفيه في المصفى. مهم النقطة هذه. الحين راح نسوي الحمسة النهائية، وهي بإضافة اللي هو الزبدة 100 جرام أو زيت نباتي اختيار لكم، وهنا من كاس ونص إلى كاسين. راح تكون معاكم إذا كاسين حالية كاس ونص معتدلة. عندكم هنا الهيل والزعفران، وإحنا الوحيدين اللي نضيف ماي الورد لأنه جدا يعطيها طعم ونكهة طيبة هالوصفة. فلا تخلون، جربوا بماي الورد وعطوني رأيكم. شي رهيب رهيب بالمرة. الحين أضفته قد تقريبا كاس وربع، وراح أمزج كل المكونات مع بعض إلى حد ما تكون تمتزج. والحين راح أضيف معاها البيضة داخليا معاها. فاللي يضيفونه من برا هم لهم الاختيار. وطبعا في بعضهم يزيد البيض من بيضتين إلى 3 للكيسة. لا، أنا أشوف بيضة واحدة كافية. نحرك على كل المكونات، والحين مباشرة نضيف الشعرية اللي تشوفونها ما شاء الله قدامكم، شي نثري ومرتب ولا معجن، وهذا اللي نبيه. راح اضيفها والنار طبعا متوسطة اللي تحت. نحرك الحين على كل المكونات لحد ما تتنشف جميع المكونات. يمكن هالعملية تاخذ معكم 6 دقائق الى 7 دقائق. والحين جهزت معانا الشعرية او البلاليط، تشوفون كيف مرتب. خلاص مباشرة نشيله للتقديم. وهذه الوصفات الطيبة تكون معانا في الفطور، في الغداء، في العشاء، في اي وقت نبي تحلية لذيذة وجميلة. وأجاوب على نقطة معينة، ليش تقولون بلاليط حساوي؟ احنا تكنيكنا فيها يحكمنا ويحكم الوصفة ويخليها تاخذ اسمها منا. لا سرقة وصفات ولا شيء، تكنيكنا الخاص فيها وإعدادنا فيها في منطقتنا يخليها تاخذ اسمنا. وأجمل حاجة الحين بعيد عن هذا، تاكلونها مع الخبز، يعطيها ملوحة شلون امتزاج في الطعم وشلون شيء رهيب. علينا وعليكم بالعافية. اللي تحبونه عطوه هالوصفة وخلوه يتعلم شلون يضبطها. أخليكم وفي أمان الله.